دائما يحاول يجد ما يكون عنده شغف فيه ويكون عنده عطاء فيه بلا حدود. وأنا شخصيا صراحة وجدت نفسي أن عندي شغف في مجال السياحي والثقافي معا. طبعا هناك في مجال سياحي وفي مجال ثقافي، ولكن حاولنا أن نجمع الاثنين معا، وهو أن احنا سياحتنا في ثقافتنا، في الرموز الثقافية اللي موجودة فيها، وهذا ما يعتبر الشيء اللي أصلا يجذب الأجانب عندنا. فالتجربة آسك علي بدأت من خلال التجارب اللي في خلال الإرشاد السياحي. الكثير من الأجانب كانوا يسألون أسئلة يمكن البعض يقول عنها يعني ايش الاسئله الغريبه، يعني كيف حد يسالنا هل تحتاج الى فيزا من ابو ظبي الى دبي؟ هل تحتاج الى معلومات جدا سهله ممكن الواحد يجدها حتى عن طريق الانترنت، ولكن قضيه ان الانترنت مش ضروري انه يكون كلها صح. كثير من المواقع اليوم اللي تتكلم عن دولة الإمارات العربية المتحدة أو أي دولة في الخليج أو في العالم، خاصة عندنا احنا في الخليج، مش كلها مكتوبة بأيادي ناس يعني محليين من نفس المنطقة، خاصة باللغة الأجنبية. فلذلك احنا نجد بعض الناس يقول لك مثلا أنتم، أتذكر واحد يقول لي أن أنتم علم دولتكم مكتوب حتى كان في ويكيبيديا من فترة من الفترات أنه يرمز إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فتجد أن كيف هذا الشيء ممكن يكون يعني معقولة في خطأ. وش دخل يعني؟ الظاهر أن بعض البحوث تقول بأن هذه الألوان العربية اللي هي الأحمر والأبيض والأخضر والأسود ترجع إلى العهود الإسلامية مثل الفاطمية والعباسية اللي كانت أيضا يكون فيها هذه الألوان. هي مستقاة من بيت الحلي. نعم، من نفس طيب. البيت. أستاذ علي، يعني أنت درست في الولايات المتحدة وأخذت البكالوريوس من شهادة جامعية في مجال الضيافة من سنترال فلوريدا. نعم. وحصلت أيضا على شهادة الماجستير، لكن بدأت حياتك المهنية في أحد فنادق أبو ظبي في روتانا بيتش. نعم. بوابا. نعم. فهذه قصة يعني مثيرة. كيف واحد شاب عمل بوابا في فندق ثم تحول بعد ذلك إلى أيقونة سياحية؟ طول عمرك. أعتقد هي طبعا أنا دائما أذكر فيها والدي رحمة الله عليه، هو كان الملهم دائما فيما أقوم به من أفعال في حياتي، حتى أني أتذكرها يوم من الأيام ويكون عندي ساس قوي. أذكر اللحظة اللي كان فيها الوالد استقبلني في المطار ورحنا فيها المنزل، وقال جهز نفسك ترى نحن إن شاء الله أنا مدنك في وظيفة. فطبعا أنا في مخيلتي شيء مكتب ومدير وشيكات، لكن تفاجأت انه قال لي يصير عند في واحد اللي يفتح الباب في الفندق اسمه رضوان، يعني الله يذكره بالخير، قال يصير عنده هو طويل، حتى لو تلاحظ دائما البوابين في الفنادق العالميه يكون واحد صحيح. طويل دائما. فقال لي قول له ان انت علي وامورك طيبه ان شاء الله. فعلا صرت وقلت له انا علي. فقال لي بسرعه افتح الباب، في ضيف جاي. فكان في ضيف جاي داخل الفندق وانا افتح الباب، فانا توترت ما عرفت كيف افتح الباب. فقال لي congratulations this is your first job، مبروك هذه وظيفتك الاولى. فطبعا انا انصدمت وشفت ابويا وقال لي توكل على الله، تبدا من هنا. اذا تبغى تكون انت مدير فندق يوم من الايام، تريد تكون في المجال السياحي، لازم تعرف كل موظف في الفندق كيف يعمل وكيف يمر من تجربه. وبدات في هذه التجربه والحمد لله. بس ايضا لم تجد يعني قبولا عائليا كثيرا في هذه الوظيفه. اي والله يعني كان في صعوبه، يعني صعوبه كبيره. الوالده كانت يعني الاهل مجملا لم يتقبلوا هذا الموضوع ابدا. يعني كم جلست بواب في الفندق؟ أنا كملت تقريبا يمكن 8 شهور 6 شهور في المكاتب الأمامية اللي فيها الكونسييرج وفيها الريسبشنست وفيها الفرونت اوفيس اسيستنت مانجمنت، ويكون فيها الكونسييرج المكاتب اللي هي الفاليه وما شابه ذلك، وهي تعتبر من أهم الأماكن في كل صحيح. فندق، واجهة كل فندق. فكانت الوالدة تقول الحين ولدي أنا عنده بكالوريوس وياي يشتغل البواب. فأتذكر كانوا يعني الناس تعايرني بالفلوس، كانت 3000 4000 درهم. فكان دائما والدي يقول ولدي هذول كلهم يتكلمون بالطريقة هذه، لكن صح انهم يقولون 3000 درهم، ولكن سياتي اليوم اللي انت راح تقف امام نفس هؤلاء الناس وهم يدفعون لك 30000 درهم. وانا اليوم من خلال تجربتي في التحدث وفي التدريب وما شابه ذلك نصل الى هذه المرحله من الماده، ولكن ان جميل الانسان يكون عنده قصه. واعتقد هني كان لب النجاح في نظري المتواضع جدا، ان تجربتي في المجال السياحي من الصفر هي سبب رئيسي في الوصول. طيب خلينا أستاذ علي نشوف مع السيدات والسادة المشاهدين هذا المقطع من الفيديو اللي يتحدث عنك، ثم نعود لمواصلة حوارنا مع علي ألسلوم. متى آخر مرة زرعت فيها شجرة؟ هناك العديد من المتاحف اللي مضمونها قد يكون تراثي، ثقافي، تاريخي، بالإضافة إلى أكثر من 25 موقع أثري.
السلاحف صقرية المنقار الهوكس معروفة بالإنجليزي المهددة بالانقراض تستخدم شاطئ السعديات لتضع بيوضها. يرجى عدم الاقتراب من هذه المنطقة، يعني ارجعوا كلكم ورا. تعرفون قيمة المشي على رمال الصحراء حافي القدمين؟ دولة الإمارات العربية المتحدة قدمت نموذجا شبيها من الأمم المتحدة، بل وتفوقت عليه من خلال احتضانها لأكثر من 200 جنسية وجالية من مختلف دول العالم على أرضها. تمثيل الدبلوماسي الشعبي وأفراده هو أنا وأنت. لما نسافر للخارج نحن أيضا نمثل بلادنا. هذه الأفرع اللي تشوفونها هني هي الرئة اللي تتنفس فيها أشجار القرم. هل تحب أنك تعيش في مكان متر في متر؟ ولكن ما هو الاحتباس الحراري؟ هو تغير مناخ بسبب سوء استخدام والاستهلاك المفرط للموارد. السؤال هو كم من هذه الأماكن قمنا بزيارتها؟ And cue. شو اللي ممكن نسويه في 5 دقائق من حياتك؟ جميل. أستاذ علي، في موقع askali.com كم سؤال تقريبا يردك شهريا؟ وشهريا والله كثير، بس اعتقد ان احنا وصلنا الى 7000 سؤال الى الان اللي قمت بالاجابه عليه. ومعظم الاسئله اللي تاتي مثلا تكون متكرره او ما شابه ذلك. والموقع فقط باللغه الانجليزيه؟ موجود باللغه العربيه وباللغه الاجنبيه طبعا. بالانجليزي. بينما الكتاب askali.com askali في 6 لغات. اي نعم، اللي هي الفرنسيه، الصينيه، الانجليزيه، الالمانيه، الكوريه واللغه العربيه. 6 لغات. وما شاء الله يعني كان عندي طموح اني اخليه باللغه الهنديه، لكن توهقنا شويه لان اللغه الهنديه وش هي في اكثر من لكنه، فتتوهق كيف انك تقدر تكتب المكتوبه والمقروءه. ولكن الحمد لله يعني الاسئله تاتي يعني يوميا بين 20 إلى 30 اللي اقوم بالاجابه عليها. طيب. يعني اللي يدخل الموقع سيجد التعريف بانك تجيب على الاسئله الثقافيه والسياحيه والدينيه. الدينية أنا وقفت شوي عنها، يعني شلون تفتي أستاذ علي السلوم؟ يعني ممكن يوجه لك فتاوى؟ لا مش لدرجة الفتاوى، ولكن يعني نحن كمسلمين أو كأمة إسلامية إذا ما عندنا الجرأة أن نستطيع أو نخشى أن نجيب على أسئلة يعني بيسك الأساس، يعني أنتم يعني ثقافيا نتحدث عن الإسلام كثقافة. هم يشوفون الناس لابسين عبي وناس مو لابسين عبي، ويشوفون واحدة متحجبة وواحدة غير متحجبة، وواحد بيروح يزور واحد في عرسه أو مثلا بيروح ياخذ معاه زهور عشان بيصير عنده عزاء أحد من أصدقائه. هذه الأسئلة اللي تدخل شوية فيها نوع النظرة الثقافية من الجانب الديني. وش المواقف الطريفة أستاذ علي السلوم اللي تواجهك من السواح اللي تتعاطى معهم من خلال الأسئلة أو من خلال البرنامج اللي قدمته في رمضان 5 دقائق مع علي؟ يعني يمكن نوعية الأسئلة اللي تأتي أحيانا في ناس تظن أنك أنت يعني تمتلك إلى جمعية، هذه الجمعية تقوم بمساعدة كل من يريد أن يأتي إلى منطقة الخليج. يعني في شغف كبير من العالم يريد يعيش عندنا، لكن احنا عندنا أنظمة وعندنا أسس وطرق معينة، فيفكرون أن احنا ممكن نساعدهم في الدخول إلى الدولة. أشياء ثانية يسألونك مثلا، يعني أغرب دائما السؤال هذا يتكرر ما أدري ليش، بس الناس كلها تبي تعرف كم جمل عندنا في الخليج في المنطقة العربية. كم جمل على فكرة عندنا في الخليج؟ يعني ما عديتهم. ما عديتهم، بس أتذكر كان في رقم عندنا في الإمارات يقول بأن من 250 ل 300 ألف ناقة يعني جمل موجود من خلال اللي يتم حصره يعني. وفي أسئلة تأتي مثلا أنا أريد أكون صديق، وهذا الشيء أتمنى أن يصل إلى جميع الناس في دول الخليج. ترى الأجانب اللي عندنا يتمنون يتعرفون علينا ويأخذون يعطون معانا، لكن حاجز اللغة. هل احنا منغلقين في دول الخليج، مش منفتحين على الآخرين؟ نخاف منهم؟ احنا نخاف اختلاف الثقافات اللي ما بيننا تخوف الاب والام انه يخلي ابنائه مع هؤلاء الاجانب، ولكن الجيل القادم الان بدا يشوف هذا التبادل الثقافي موجود، وفي نوع من التواصل الحضاري موجود. لكن اليوم مثلا لو حجه قال لي تعال انا بطلع معاك وخلينا نسي مثلا مكان معين، وانا هذا المكان لا احب اني انا اروح له، فاكيد راح اعتذر منه، فخلاص ما صار في بيننا تواصل. ولكن احنا اليوم معظم الاجانب اللي عندنا في الدوله او في الخليج يعملون معنا في الشركات. فانت هنا يا اخي كم مره قمت الصبح وقلت لواحد على فكره جود مورنينج، بس انت قول صباح الخير، انا ارد عليك اقول لك صباح النور صباح الخير. انا اتابع اشوفك من خلال تويتر ايضا تحرص على انك تنقل
أو تنشر اللغة العربية، فتضع بعض المصطلحات الأجنبية وتكتب بالحرف الأجنبي الكلمات العربية، المعاني العربية لها. صحيح. اللغة جدا مهمة. إذا الناس تجهل بأن اللغة ثقافة، أنا اليوم كيف أقدر أقول لك أن أنا أتكلم شوية كوري أو عندي في اللغة الألمانية؟ لأني تعلمت بعض من اللغة، كنت أعرف ثقافتها. فلغتنا نحن العربية مليئة بالثقافات. إذا اليوم بس استطعنا أن نوصلها للآخرين راح يعني نعكس صورة طيبة، راح نفهم. لكن مشكلتنا شيء ثاني، ما نتكلم اللغة العربية الفصحى. فتروح انت تتعلم اللغه العربيه الفصحى، يجي يتكلم معك ويقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، البعض يضحك لانه ما احنا عندنا السلام عليكم، وجزاه الله خير اذا بعد حد قال السلام عليكم. يدخل الاليفيتر، الاسانسير، وهو واقف يتعلم كلمتين من اسك علي في تويتر، راح دخل الاليفيتر اللي هي الاسانسير وقال السلام عليكم. اللي ردوا عليه السلام، ما رفع صوته. بس بسيطه. فيقول يا اخي علي ما حد رد علي، هل انا قلتها بطريقه خطا؟ لا، أفشوا السلام بيننا. يعني سبحان الله، هذه الأمور هي اللي تشجعني دائما أني أنا أقوم بوضعها، حتى قد أني أنا أثر في الآخرين العرب أنهم يأخذوا نفس هذا. إذا هم ما جونا خلونا إحنا نروح عندهم ونعلمهم. جميل. حضرتك أستاذ علي السلوم، عندك يعني مؤسسة ثقافية إن صحت التسمية، هي إمبريس أرابيا، وهدف هذه المؤسسة هو التعايش بين الثقافات. نعم. باختصار كيف يمكن أن تقدم لنا فكرة هذه المؤسسة؟ مكتب الشراء الثقافي إمبريس أرابيا، ويعني احتضان إمبريس، نقدم فيه اللي هي البرامج التدريبية للشركات سواء كانت في الدولة أو خارج الدولة، اللي عندها خليط من الموظفين من جاليات مختلفة، يحتاجون إلى مادة تسمى بالتبادل الثقافي، بالإنجليزي تسمى بالانتركالتشرال أويرنس تريننج، وهذا ما نقدمه لتقريب وجهات النظر. وأنا دائما أؤمن بحاجة واحدة، عشان أنت تحترمني لازم أنا أحترم نفسي. طيب إذا أنا احترمت نفسي لازم أقدم لك ثقافتي وأفهمك إياها عشان أنت تبدأ تتعايش معها وتفهمها. لكن إن أنا أقول لك تعال وما أعزمك وما أعلمك وما أخبرك وإلى آخره، أكيد راح يكون في بيننا هذا الجاب اللي موجود. لذلك المؤسسة تقدم هذه البرامج التدريبية لكافة الشركات المحلية أو على صعيد شخصي لمن يريد أن يتثقف عن الثقافة العربية في أي دولة من الدول العربية. طيب، تفاعل الناس مع مشاريع المؤسسة تفاعل يعني يصل إلى مستوى طموحكم؟ اللهم لك الحمد. نحن حاليا يعني يعتبر احنا مؤسسه صغيره بدات. طبعا نوجه تحيه لاخوي في صندوق خليفه ان نحن من المشاريع الصغيره التي بدات، وهذه السنه السادسه اللي يعني واقفين على ريولنا وامورنا ماشيه الحمد لله، وبدأنا ننتشر سواء كان في دوله الامارات، خارج الدوله. عندنا دائما جولات في الدول الاسيويه اللي تستقطب كثير من العماله الى المنطقه، الدول الاوروبيه. فجميل ان يكون في هذا التواصل. الجميل ان الاسك علي البراند نفسه مربوط مع المؤسسه، بحيث ان بعض الشركات يكون عندها مثل الوقت انها تقدم برامج تثقيفيه لموظفينها، واكون انا طبعا المحاضر او مقدم هذه البرامج. تجربه البرنامج 5 دقائق مع علي، تجربه كانت صعبه ولا ثريه؟ ولا الثنتين؟ ثنتين. يعني تبدا انت صورت، باقي لك عندك شهر تصور فيه، شهر 6 وعندك شهر 7 رمضان. فبسرعة واللهم لك الحمد، يعني التعاون الجميع وتكاتف فريق العمل شيء رائع يعني صراحة. لكن أنا كان أول ظهور لي في التلفزيون، وأول مرة يعني أقوم بوضع الأفكار هذه وإني أقدمها في 5 دقائق، والفكرة كلها بسيطة. يعني 5 دقائق خلني أقول لك أنا شيء اكتسبته وحاب إني أنا أقدمه وأشاطره معك. فكانت صعبة من ناحية التصوير والتقديم لأول مرة، ولكن ثرية جدا. ليش؟ لأن أنا أؤمن بشغلة واحدة، أنا دائما أبحث عن الانتماء الإنساني في هذا الكون. إذا أنا اليوم أسوق السيارة أو إني قاعد أمشي في مكان معين وأجهل كل شيء حولي، فما عندي انتماء. فما بالك اللي عندهم مثلا نقص في انتماء وطني وعندهم نقص في انتماء كذا، لانهم لا يجهلون امور كثيره في حياتهم. فكان الامل من البرنامج ان يقدم هذه الصور. لذلك وصفت صحيفه الامارات اليوم في 4 أغسطس 2012 برنامجك انه يهدف الى ترسيخ مفهومي الانتماء والولاء للارتقاء بالوطن بصوره مغايره للمعتاد. الحمد لله رب العالمين. استاذ علي السلوم، شكرا لك على هذا طول الوقت. عمركم. شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات على متابعة هذه الحلقة من شباب إضاءات. حتى ألقاكم في حلقة مقبلة، هذا ترك الدخيل يترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.